طيب الله أوقاتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مائدي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إجراء عمليات لجراحة العيون في مستشفى مصوح. إحياء يوم السلامة على مستوى البلاد. دعوة لتنظيم زيارات منتظمة للمواقع التاريخية. البحرية الهندية تتدرب على إطلاق الصواريخ المضادة للسفن في بحر العرب. ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى 40. وسقوط 11 قتيلا دهسا خلال مهرجان بفانكوفر في كندا. السلام عليكم ورحمة الله. أجريت في مستشفى مصوح عمليات جراحية ناجحة للعيون ل 240 مواطنا في الفترة من 21 إلى 26 من إبريل بتعاون وزارة الصحة ومكتب الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر ومستشفى مصوح ومستشفى نور العين مشروع علاج العمى. وأجريت العمليات الجراحية لمواطنين قادمين من مديريات قلعلو وفرو ومصوح. وأوضح أخصائي جراحة العيون الدكتور إيوب بيان الذي قاد الحملة التي شارك فيها 11 طبيبا إن الحملة تأتي استمرارا لحملات مماثلة نفذت في مديريات نقفة وأفعبت وقندع. وقال إنه تم إجراء 236 عملية جراحية لعتمة عدسة العين وفحص 450 مواطنا يعانون من مشاكل في عظام العين والجلاكوما وغيرها وتوزيع الأدوية. وذكر المدير الطبي لمستشفى مصوع الدكتور زبوي مكونن إن الحملة نجحت بفضل تفاني الأطباء والتعاون الكامل من إدارات الضواحي. وقال الدكتور منجستو بايرو عضو مجلس إدارة مشروع علاج العمى الذي قادم مشرفا على فريق أطباء كيور بلايندنس إن أنشطة المشروع تم توسيعها إلى المناطق النائية قبل عامين بعد أن كانت مقتصرة على أسمرة، مشيرا إلى أن تنفيذ العمل بالكامل على أيدي أخصائيين إريتريين يعتبر نجاحا مزدوجا. وأوضح المرضى أن الحملة أسهمت كثيرا في الحد من الإصابة بالعمى لأسباب مختلفة وفي تخفيف التكلفة الإجمالية للسفر إلى أسمرة. وكانت عمليات جراحة عيون ناجحة قد أجريت سابقا ل 539 مواطنا في مستشفيات نقفة وأفعبت وقندع. تم الاحتفال ب28 من إبريل اليوم العالمي للسلامة على مستوى البلاد في شركة البحر الأحمر للتعبئة أي مصنع كوكاكولا بأسمرة تحت شعار ضمان السلامة والصحة المهنية من خلال الجهود الجماعية. وذكر المدير العام لإدارة العمل بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد ولديسوس إليسا إن يوم السلامة العالمي هذا العام يتم الاحتفال به تحت شعار يتعلق بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ولكن على المستوى الوطني براية زيادة الوعي وضمان سلامة وصحة العمال في مكان العمل. ودعا السيد ولد يسوس إلى إنشاء لجان السلام والصحة المهنية في كافة المؤسسات وتعزيز اللجان القائمة، حيث أن الحوادث والأمراض في كل أماكن العمل سببها ممارسات وظروف غير آمنة، مشيرا إلى الخسائر التي تحدث وعواقب الأخطاء في أماكن العمل. وأشار عضو الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد هيلتس فميكائيل إلى ضرورة ضمان سلامة وصحة العمال إلى جانب سبل متابعة ومراقبة إنتاجية العمل في المؤسسات، بالذكر أن إعلان قانون العمل رقم 118 لعام 2001 يوضح التدابير التي يجب اتخاذها لضمان السلامة والصحة في مكان العمل. وقدم في الختام تنوير حول ضرورة إنشاء لجنة للسلامة والصحة على مستوى المؤسسات إلى جانب تفقد المشاركين لأعمال وتدابير السلامة والصحة المتبعة في الشركة. وتم الاحتفال باليوم العالمي للسلام هذا العام للمرة 22 على مستوى العالم وللمرة 2 في إريتريا. أوضح الشباب العمال في مدينة عصب أهمية تنظيم زيارات للمواقع التاريخية والتنموية بشكل منتظم ومستدام لأنها تعمل على توسيع المعرفة ونقل التاريخ. جاء ذلك خلال زيارة قام بها أكثر من 300 شاب يعملون في مؤسسات الحكومة والجبهة الشعبية إلى جبهة بوره ودفاعات دحتم يوم 26 من إبريل.
وذكر الشباب إن التاريخ هو الجسر الذي يربط الماضي بالحاضر وينقلهم إلى المستقبل، منادين إلى تكثيف البرامج والأنشطة التي تورث التاريخ والتجارب. وأفادوا بأن زيارة الأماكن التي صنع فيها التاريخ والالتقاء بالمشاركين فيها هي مهمة مرحلية حتى تتمكن الأجيال من معرفة وتوارث والحفاظ على تاريخ البطولة والفداء والوحدة والرفقة التي ظهرت في النضال من أجل الحرية والدفاع عن السيادة. وأضافوا أن تاريخنا لا يحتاج إلى كلمات وعبارات براقة وتزييف، ومن الضروري إبراز التاريخ الذي صنع في مراحل النضال والإنجازات التي حققناها والقيم التي نتجت عنها. وقدم المشاركون في معارك جبهة بوري ودفاعات دحتم شرحا عن البطولات والعزيمة التي أظهرهما شعبنا في جبهة بوري ودفاعات دحتم، والثمن الباهظ الذي دفعه شعبنا من أجل تأمين السيادة. وأضافوا أن الحرب لم تكن ضد قدرات العدو الكبيرة فحسب، بل كانت ضد الطبيعة أيضا، وقد كتب التاريخ بحبر من ذهب. تلقى 70 معلما يدرسون الرياضيات واللغة الإنجليزية في 28 مدرسة ابتدائية ومتوسطة في مديرية عد قيح دورة تدريبية يومي 25 و26 من إبريل. أشرف على التدريب الذي نظمه مكتب التعليم في المديرية معلمون قدامى وذوي خبرة بهدف إصلاح القصور والضعف. وقال المشرف التربوي الأستاذ زايد تخلي إن اهتمام المتدربين كان جيدا، معربا عن ثقته في تطبيق المعرفة المكتسبة. من جانبه أشار مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ بيان تسفاي إلى أهمية الدورة التدريبية في العملية التعليمية، موضحا بأن التدريب سيستمر. من جانبهم ذكر المتدربون بأن يتم تنظيم دورات تدريبية مماثلة في المستقبل مع بدء العام الدراسي هذا. وتوجد في مديرية عد قيح 52 مؤسسة تعليمية تقدم التعليم من المرحلة التمهيدية إلى المرحلة الثانوية. استشهد المقدم قبر مسقل كداني اليوم 28 من إبريل عن عمر ناهز 72 عاما جراء مرض ألم به. التحق المقدم قبر مسقل بصفوف القوات الإريترية في عام 1973 وناضل ضمن وحدات الصحة في مختلف أقسام الكوادر الطبية بالقوات القتالية والإدارات الشعبية بمختلف مستويات المسؤولية، ثم عمل حتى وصل إلى مستوى مسؤول إقليم. المناضل الشهيد المقدم قبر مسقل كداني رب أسرة وأب لابنين، وقد أوري جثمانه الثرى عصر اليوم بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها لاستشهاد المقدم قبر مسقل كداني ولد سلاسي، وتعزي زويه ورفاقه وزملاء العمل. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلنت البحرية الهندية في بيان نشر على منصة إكس بأن سفنها أطلقت نيران متعددة ناجحة مضادة للسفن لإعادة التحقق وإظهار استعداد المنصات والأنظمة والطواقم لضربة هجومية دقيقة بعيدة المدى. وأضاف البيان أن البحرية الهندية تقف على أهبة الاستعداد للقتال بشكل موثوق به ومستعدة مستقبلا لحماية المصالح البحرية للبلاد في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي حال. تأتي التجارب على خلفية التوترات المتزايدة بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الذي وقع في بهالغام في جامو وكشمير يوم 22 من إبريل الجاري، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا. ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس الأحد أن عدد القتلى الذين سقطوا جراء الانفجار القوي الذي هز ميناء بندر عباس أكبر موانئ البلاد ارتفع إلى 40 على الأقل، وأصيب أكثر من 1200 شخص. وأضافت وسائل الإعلام أن الانفجار الذي وقع يوم السبت بقطاع الشهيد رجائي في الميناء الذي يعد أكبر مركز للحاويات في إيران أدى إلى تحطم نوافذ لمسافة تمتد لعدة كيلومترات، وتسبب أيضا في تدمير حاويات شحن وإلحاق أضرار بالغة بالبضائع المخزنة داخلها. ويعتقد بأن مواد كيماوية موجودة في الميناء أدت إلى الانفجار، لكن السبب الدقيق لم يتضح بعد.
ونفت وزارة الدفاع الإيرانية تقارير إعلامية دولية تفيد بأن الانفجار قد يكون مرتبطا بسوء التعامل مع الوقود الصلب المستخدم في الصواريخ. وذكر متحدث باسم الوزارة أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار لم تكن بها أي شحنة عسكرية. سقط 11 قتيلا وعشرات الجرحى بعدما دهس سائق بسيارة حشد في مهرجان شعبي كانت تقيمه الجالية الفلبينية في فانكوفر غربي كندا، وقد استبعدت الشرطة فرضية العمل الإرهابي. وقال مسؤول رفيع في شركة شرطة فانكوفر في مؤتمر صحفي أمس الأحد إن المشتبه به الذي تم توقيفه يبلغ 30 عاما وله تاريخ حافل بتفاعلات مع الشرطة ومقدمي الرعاية على صلة بالصحة الذهنية. وندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بهجوم دهسا بسيارة يأتي قبل ساعات من توجه الناخبين الكنديين الاثنين إلى صناديق الاقتراع بعد حملة انتخابية هيمنت عليها مسألة الحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتهديدات دونالد ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة. كما ندد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس بهذه الواقعة الرهيبة، وتفاقم هذه المأساة توتر السائد قبل ساعات من توجه الناخبين الكنديين الاثنين إلى صناديق الاقتراع بعد حملة انتخابية هيمنت عليها مسألة الحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتهديدات ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إجراء عمليات جراحية للعيون في مستشفى مصوعة. إحياء يوم السلامة على مستوى البلاد. دعوة لتنظيم زيارات منتظمة للمواقع التاريخية. البحرية الهندية تتدرب على إطلاق الصواريخ المضادة للسفن في بحر العرب. ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى 40. وسقوط 11 قتيلا دهسا خلال مهرجان في فانكوفر في كندا. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.